السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معانا يا جماعة كنترول فتيس الاتيجو مرسيدس، ومعانا مهندس اسلام مصر اهو، ما شاء الله منور الدنيا اهو. طبعا هيشرح لنا كلمتين. انا لسه بنتعرف على البلف ده، لا طبعا دي يمكن تاني مره ولا حاجه اشوف العربيه اصلا كعربيه اتيجو. مفيش حاجة تعلى عليك يا هندسة ان شاء الله. طبعا دي حاجه اسمها بريشر ريزرفوير او خزان كده، بيحافظ على الضغط بتاع دايره الزيت، لان البلف ده هنا بلف المشغل والبلف اللي بتاع الغيارات في الاتيجو ضغط زيت مش ضغط هواء زي ما اتعودنا طبعا من مرسيدس. طبعا البلوف وابكو، وهنا في حساس بريشر طبعا احنا فكيناه، كنا بنجرب بيه اللي هو كان فيه المشكلة ده يا هندسة. كنا بنجرب بيه في البلف اللي تحت. طبعا ده بلف في واحد راكب على الفتيس تحت، ده واحد كنا بناخد منه القطعه دي عشان نركبها في البلف اللي تحت. طبعا هنا في ضغط زيت تمام. ايوه، في الحته دي بيجي ضغط زيت في زي قربه فوق كده، قربه الزيت تحت راكبه على جسم الفتيس، بيبقى فيها زيت بنتوسين اخضر. جميل. في ده خط زيت بيدخل هنا، ده اللي هو المفروض الفيد يعني، ما شاء الله. وبقى الضغط موجود عندي في المنظومه دي. ودي البلوف اللي بتفتح لايه؟ بتفتح للبلف المشغل بتاعي او للمشغل بقى. هو ده المشغل نفسه ده المشغل بقى. ودي السولينويد اللي هو الجيت والكلاتش والجير اللي احنا متعودين على الاسماء بتاعتهم. بس السولينويد هنا كتير قوي عن اي كنترول اللي احنا متعودين عليه بتاع فتيس. يعني مثلا هتلاقي الكلاتش مثلا 4 بلوف، الجيت بلفين، الجير بلفين. طبعا شايف الخطوط دي يا هندسه؟ ده خط الزيت، كل ده زيت. لما السولينويد هنا يشتغل يفتح زيت يودي لمين؟ طبعا احنا محتاجين بس ان هم يعرفوا ان يعني احنا عندنا هنا مش هوا، ده كله زيت زي ما قلنا في الاول. في عندك خرطوم هنا ده رايح للبليه بتاعه الدبرياج. يعني بليه الدبرياج برضو زي ما احنا زيت فور بيبقى هوا، خط هوا رايح من المشغل للبليه، لا هنا خط زيت. تمام. وطبعا ده الراجع اللي بيرجع للقربة الزيت اللي راكبه فوق على جسم الفتيس. وفي برضه هندسه في الام بي 4 بيلي بيبقى عليه بتاع ده فيش الكهرباء برضه، صح؟ هو طبعا في حساس هتلاقيه راكب على البليه اكيد. تمام. لكن طبعا هنا بالنسبه كزيت هو ده الخرطوم ده اللي هيغذي البليه، ده بيكون راكب في الهاوزنج بتاع الفتيس طبعا، بيغذي البليه بخط زيت. طبعا لسه بقى بنكتشف. طبعا اكيد دي حساس بيقرا المشوار بتاع الجيت. ايوه. وهتلاقي في حساس تاني جير. طبعا لسه طبعا هنا هتلاقي بنتين، وهنا هتلاقي حساس تاني بنتين. تمام، بنتين والله بالظبط. تمام. ولسه بقى دي بامب طبعا هيدروليك، دي اللي بتضغط الزيت بتاعي. الزيت جوه في عشان طبعا في الريزرفوير ده او الخزان ده زيت مضغوط. فده البامب اللي شغال عن طريق طبعا البنتين اللي هنا. اللي طبعا في كارته بتركب في الحته دي بتغذي البنتين دول عشان بامب الزيت. ايوه. وفي هنا حساس، ومجموعه البلوف دي اللي بتفتح للزيت توديه على على المشغل بتاعه. ما شاء الله. يعني ممكن نقول هنا كده، يعني حاولنا نوضح لكم المعلومه. انا بيتهيألي هم بعد ما يشوفوا الفيديو ده مش حدش هيشتري الاتيجو بعدين. لا بصراحه عربيه يعني لسه معقده جدا، كومبليكيتد او معقده سبحان الله. غيرها اظن ان هي مش موجوده، بس حلوه، فرصه كويسه ان احنا الحمد لله يعني في فرصه ان احنا نتعرف عليها يعني. بالظبط. والله انا يعني دي ممكن تاني مره اشوف العربيه كاتيجو، يعني حتى بدور لها على فيديوهات عشان نوصل. يعني اللي احنا بنقوله ده اجتهاد، يعني احنا العربيه لسه جانا من شويه. يموت المعلم ويفضل يتعلم هندسه. بس لسه يعني لسه الباشمهندس محمد طبعا هنا في تراك هاوس. فالعربيه كانت جايه من قبل ما اوصل المكان، فبيقول لي عايزين نشوف البلف ده. يموت المعلم. عليه مع بعض كده، وكنا بنكتشف بقى الزيت رايح من فين وجاي منين. والسولينويد هنا بيفتح لخط زيت، ما بيفتحش الهواء زي ما احنا متعودين في كل العربيات بتاعتنا في المرسيدس ان شاء الله. فاتمنى يكون يعني وضحنا حتى معلومه عشان حد لو جات له نفس العربيه يعني يكون عنده خلفيه. معلومه. طبعا هو اكيد هيجتهد بعد اليوم ده، لعل ربنا يجعله علم ينتفع بها هندسه. حبيبي يا مدير.